السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ إن شاء الله في الفيديو دوّة هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، تمام، بالرغم إن هي بسيطة، لكن الimpact بتاعها عالي. إيه الrules اللي أنا محتاج إن أنا أستخدمها أو أهتم بيها لمّا آجي أكتب docker file، سواء الdocker file دوّة أنت كdeveloper بتكتبه أو كDevOps بتشارك معاهم إن أنت تكتب docker file. نقطة مهمة جدًا إحنا لازمًا نبقى واخدين بالنا منها، إن الdocker file نفسه لو ما اتكتبش صح هيعمل لك مشكلة من ناحية الsecurity، هيعمل لك مشكلة من ناحية الperformance، هيعمل لك مشكلة من ناحية إن أنت ما أنتش عارف تmaintain الdocker image بتاعتك. لو حصل لا قدّر الله الdeveloper مشي وواحد جه بعده أو DevOps مشي وواحد جه بعده، لازمًا الناس تبقى فاهمة كويس جدًا أنا ليه عملت كده. خلّينا نقسّم الموضوع دوّة ل4 pillar. أول حاجة أنا هاتكلّم عليها هي حتّة الimage selection، تاني حاجة أنا هاتكلّم عليها هي حتّة الbuild والlayer caching، التالتة حتّة الsecurity، وآخر واحدة هي حتّة الdeveloper experience وإزاي إن أنا أعمل maintain بشكل كويس للdocker file. تعالوا نخش على الحتّة الأولانية كده وناخدها بالتفصيل. الحتّة الأولانية أو الpillar الأولاني أنا باهتم بحتّة الbase image بتاعتي، باهتم إن أنا شغّال container مش شغّال virtual machine، فما ينفعش بأي حال من الأحوال إن أنا أروح أخلّي الbase image بتاعتي حاجة زي Debian، Ubuntu، أيًا كان الreason اللي أنت بتستخدمه، لإن دوّة هيسبب لي مشكلة كبيرة جدًا، إن الsize بتاعي بتاع الimage هيبقى كبير، وإن أنت هيبقى عندك مجموعة tools موجودة جوّه الimage بتاعتك أنت أصلًا ما بقيتش محتاجها. فلازمًا حضرتك تخلّي بالك إن أنت تختار الbase image بتاعتك بشكل كويس جدًا، وممكن إن أنت تروح لحاجات زي Alpine، حاجات زي Destroless. ففي الحالة ديّة أنت عملت big change من size زي 800، لقيت نفسك إن أنت من 50 ل60 ميجا، وفي نفس الوقت أنت قللت الإيه، الservice attack. يعني لو حد بيحاول إن هو يلاقي أي مشكلة أو أي package يinstall فيها security issues مش هيلاقيها، فبالتالي أنت قللت المشاكل بتاعة الsecurity. تعالوا هنا كده لازمًا نبقى واخدين بالنا إن أنت أي حاجة أنت بتعمل لها package للapplication بتاعك ما ينفعش بأي حال من الأحوال تبقى فيها vulnerability. النقطة اللي بعد كده اللي أنا عايز أتكلم عليها إن إحنا عندنا نوعين مهمين جدًا، هي حتة لو الlanguage اللي أنا باشتغل عليها أو الprogramming language أنت شغال Go أو Rust، فأنت لازمًا تخلّي بالك إن أنت في الآخر أنت بقيت محتاج الباينري بس، مش محتاج الcompiler، مش محتاج الsource code، مش محتاج كل الtools ديّة، المفروض أصلًا أنت ما تاخدهاش معاك. ففي الحالة ديّة إحنا ممكن نستخدم حاجة زي scratch أو destroless، تمام، أعمل compile للapplication بتاعي، مش هيبقى عندي أي dependency، الsize بتاعي هيبقى كويس جدًا. طيب لو أنت عندك حاجة زي الPython أو مثلًا Node.js، ففي الحالة ديّة غصبٍ عنك أنت محتاج يبقى عندك الrun time بتاعك، لازمًا يبقى الNode موجود عشان أrun الكود، لازمًا الPython موجود عشان أrun الكود. ففي الحالة ديّة أنت محتاج الrun time بس، لكن حضرتك ما تروحش تجيب لي الOS نفسه وتinstall package ما لهاش أي لازمة عندك. النقطة الأولانية إحنا اتكلمنا فيها إزاي إن أنا أختار image كويسة. النقطة اللي بعد كده اللي أنا لازمًا بكل بساطة أستخدم حاجة تقلل لي الsize. عندك نقطة مهمة جدًا والناس فاكراها إن هي complicated بس هي بسيطة جدًا، هي فكرة الmulti stage. فكرة إن أنا آخد الsource code معايا وأنا مش محتاجه، فكرة إن أنا آخد الcompiler معايا وأنا مش محتاجه، آخد dependency معايا وأنا مش محتاجها، آخد tests file وأنا مش محتاجها، فده كله أصلًا bad practice. فأنا محتاج إن أنا أعمل إيه؟ محتاج إن أنا أفصل اللي أنا باعمله في مرحلة الbuild عن اللي أنا باعمله لمّا باجي أrun الapplication. فإحنا نعتبر إن إحنا عندنا مرحلتين، المرحلة الأولانية مرحلة الbuilding، المرحلة التانية هي مرحلة الrunning نفسها للapplication، تمام؟ ففكّر فيها بالطريقة ديّة. فأنت مثلًا مثال هنا تحت لو أنت مثلًا عندك JavaScript app أو عندك React أو whatever، فأنت ممكن تبتدي إن أنت تعمل builder stage وتطلّع منه الfolder اللي اسمه dist، وبعد كده تروح تعمل stage تانية تاخد منه الfolder دوّة، وبتقول له هنا كده بس أنا عايز أجيب من الbuilder الfolder دوّة وأحطه للengine X. ففي الحالة ديّة أنا ما بقيتش محتاج، أنا عملت ignore للsource code، ما خدتش الcompiler، خدت الحاجة اللي أنا عملتها build، فبالتالي الimage بتاعتي بقت صغيرة جدًا، ما بقاش فيها مشاكل من ناحية الإيه، الsecurity أو من ناحية الsize.
طيب النقطة اللي بعد كده اللي أنا عايز أتكلم عليها والنقطة اللي فيها إهمال كبير جدًا، ما أعرفش هي بسبب الكسل والّا بسبب عدم المعرفة، إن إحنا ما بنعملش matching للإيه، الbase image مع الstack اللي إحنا بنستخدمه. يعني بمعنى أصح لو حضرتك شغال Node.js تمام وليكن 20 فلازمًا تكون الbase image بتاعتك نفس الversion، لو شغال Golang فلازمًا تكون نفس الversion. لو شغال هنا بايثون لازمًا تكون هنا نفس الversion. طب إيه المشكلة؟ ما هو ده الطبيعي، لأ الناس بتروح تعمل إيه، الdeveloper شغال وعمل upgrade مع نفسه وراح استخدم node مثلًا 21 وأنت حضرتك كDevOps لسه الbase image بتاعتك كام؟ 20 فتيجي حضرتك تطلع بالapplication يقول لك هو مش شغال، فده بسبب الmismatching تمام، فإحنا لازمًا نبقى aligned الstack بتاعنا مع الbase image بتاعتنا عشان ما يحصليش أي production issue. الحتة اللي بعد كده أو الpillar اللي بعد كده اللي إحنا هنتكلم عليه هي حتة الoptimization. اتكلمنا في الimage selection، نتكلم هنا في الoptimization. لازمًا يكون عندك تخيُّل إن الdocker file اللي أنت بتكتبه دوّة في الآخر بيtranslate لمجموعة layers كده فوق بعض زي ما أنت شايف، والlayers ديّة بتبقى فوق بعض، فكل واحدة بتبقى depend على التانية. فإحنا لو بصينا هنا كده للlogical اللي إحنا ممكن نستخدمه، أنا عندي الbase OS، بعد كده الsystem dependency اللي أنت محتاجها، وبعد كده بييجي عندك مثلًا الحاجات اللي هي بيبقى فيها changes مش كبيرة على طول، وآخر حاجة لازمًا تحطها في الآخر اللي هي أصلًا فيها الchanges الكبيرة اللي هي الكود نفسه. فلو بصينا هنا كده على الاختيار ده الbase image، بعد كده system dependency حاجة زي يعني أنت محتاج package معينة، محتاج SSL package، محتاج whatever، ودي system package ما لهاش علاقة بالapplication عندك. أنت راجل شغال مثلًا Node.js، فأنت التغييرات اللي أنت بتعملها عندك في الpackage.json أقل بكتير جدًا، جدًا من التغييرات اللي أنت بتعملها لمّا تيجي تغيّر في الsource code، فالsource code أنت بتغيّر فيه على طول، فالترتيب هنا كده مهم جدًا. تعالوا هنا كده نتكلم على حاجة تانية، وإحنا اتفقنا إن كل سطر أنت بتكتبه في الimage هو بيtranslate لمجموعة layers، عند 10 سطور ده هيعمل لي مجموعة layers. لو بصينا هنا كده من الbad practice اللي الناس بتعملها إن هو ييجي يقول مثلًا أنا عايز أعمل npm install وبعد كده أروح اعمل لي npm cache clean، ففي الحالة ديّة أنت عملت إيه؟ أنت عملت 2 layer، الأولانية بتاع الinstall والتانية بتاعة الإيه، بتاع الclean، بالرغم إن أنت أصلًا ما كانش قصدك إن أنت تخلّيها أصلًا موجودة. تمام، ففي الحالة ديّة أنت عملت 2 layer، الsize بتاعها بقى موجود في الimage. إيه المفروض اللي أنا أعمله؟ المفروض إن أنا أcombine الاتنين دُولة مع بعض، فأنا أحوّلها من 2 layer لlayer واحدة. ده الrun command، تاخد الأولاني هنا كده وتروح تعمل and ما بين التاني، يبقى خلاص أنا كده بدأت إن أنا أعمل one single layer. طيب نخش على النقطة اللي بعديها، حتة إن الناس للأسف بتكسل فبتعمل copy كل حاجة هنا وأدّيها في المكان اللي أنا واقف عليه. يبقى أنا باخد كل حاجة من الhost بتاعي أو الجهاز بتاعي أقوم جاي حاططها جوّه الdocker image. الموضوع دوّة يا جماعة بيتحول لكارثة، والكارثة هي إن أنت بتلاقي نفسك إن أنت جوّه الimage حطيت الdot.env file، حطيت الgit folder، الcontainer بتاعك بقى عبارة عن صندوق زبالة، أنت حطيت فيه كل حاجة أنت ما أنتش محتاجها. فعشان كده حضرتك ما ينفعش تعمل الطريقة ديّة، لازمًا هنا كده تبقى عندي folder اسمه dist مثلًا، يبقى أنا أقول له خُد الfolder دوّة وروح حُطّه في الfolder دوّة جوّه الإيه، جوّه الimage. الrule التانية المهمة جدًا، لازمًا أفرّق ما بين الproduction وما بين الdevelopment وما بين الtesting. في الproduction أنا مش محتاج أي libraries أنت مستخدمها في الdev، حاجات زي دي كده أنا مش محتاجها لمّا أروح production. والحل هنا كده بكل بساطة إن أنت لو شغّال language مثلًا وليكن Node.js وشغّال مثلًا بnpm، فأنت تقول له أنا الdependency ديّة أنا بتاع الdevelopment أنا مش عايزها. فنقطة تانية مهمة جدًا إن حضرتك ممكن تعمل multiple docker file ويكون كل docker file واحد بتاع الdevelopment، واحد بتاع الproduction، واحد بتاع الstaging، وكل واحد تحط فيه الtools اللي أنت عايزها. لكن اللي يهمني هنا كده إن الproduction بتاعك ما يبقاش محطوط فيه كل حاجة. فكّر في الdocker image بتاعتك إن هي هتتحول لcontainer عبارة عن زبالة، لإن أنت حطيت فيه كل الحاجات اللي أنت مش محتاجها. تعالوا ننزل على الpillar التالت وهو موضوع الsecurity. للأسف إن ما كانش 99% من الناس بتريّح دماغها وبتrun الapplication بتاعها جوّه الcontainer بالroot user، وده مشكلة كبيرة جدًا، لإن حضرتك لو حصل attack والapplication بتاعك فيه مشكلة، أنت ادّيت الattacker
أو اديت الشخص اللي هو عمل attack للسيرفيس بتاعتك قُلت له خُد الuser الroot privilege واعمل اللي أنت عايزه. ففي الحالة ديّة إحنا محتاجين إن إحنا نchange الmindset بتاعتنا إن إحنا نتحوّل من root user لأي user تاني ما يكونش ليه permission. والموضوع بكل بساطة إن أنت بتضيف group وبتحط الuser دوّة في قلب الجروب وبعد كده بتقول له أنا عايز أستخدم الuser دوّة. الحتّة التانية اللي تهمني في موضوع الsecurity وهتفرق معانا في حتّة تانية، الlatest tag ما تستخدموش، لإن أنت عندك مجموعة packages كتيرة جدًا لسه ما حدش عمل لها discover كsecurity لو فيها security issues، فما تروحش تستخدم أي latest tag وتروح تبدِّل الكلام دوّة بحاجة تكون معروفة حصل لها bug fixing حصل لها security patching. وبكل بساطة أنت ممكن تروح لحاجات كتيرة secure image مثلًا حاجة زي ChainGuard عندها free image. حاليًا Docker Hub يعني عمل release free لsecured image محصول ل م يعني معمول لها test من ناحية الsecurity فتقدر إن أنت تستخدمها as a base image. طيب نيجي على النقطة اللي بعد كده الsupply chain بكل بساطة ما تروحش على Docker Hub تروح على image ما أنتش عارف مين الشخص اللي عملها وتلاقي عدد الdownload فيها مليون وأنت تروح تستخدمها. الموضوع هيend up معاك إيه، إن أنت بقى عندك image ما أنتش فاهم هي فيها malware والّا فيها crypto والّا حد حاطط فيها backdoor. وما تقوليش عشان عدد الdownload فيها كبير جدًا، ده للأسف اللي حصل حتى مع الشركات الكبيرة، إن الناس كانت بتستخدم docker image من docker hub وفي الآخر اكتشفوا إن هي فيها backdoors وحصل ليهم مشاكل من ناحية الsecurity. الحتة التانية من ناحية الsecurity إن أنت ما تدّيش لشخص هو عايز يأذيك الtools اللي هو يأذيك بيها، فما تروحش تدّي له هنا كده حاجة زي الكارل، حاجة زي wget، حاجة زي netcat، لإن هو بيستخدم الtools ديّة إن هو يdownload بيها مجموعة malwares مثلًا shell script remote shell، فحضرتك ما تدّيلوش الtools ديّة يعني out of the box ما ينفعش أصلًا تحطها، فبالتالي أنت بتضيّق عليه الكلام دوّة لو حصل إن هو خَد remote shell على الcontainer بتاعك. أعمل إيه لمّا أنا قُلت لي شيل كل الtools، أعمل trouble shoot إزاي مثلًا لحاجة زي الDNS أنا حصل عندي مشكلة، مش قادر إن أنا أشوف الapplication إيه مشكلته، مش قادر إن أنا أعمل debug، والله حضرتك في standard tool تمام، وأبسط حاجة ممكن تدوّر عليها هي اللي إيه، اللي هي حتّة بتاع ephemeral container تجيب container تdebug بيه الcontainer بتاعك، فتقدر إن أنت تتخلّص من مشاكل الsecurity وفي نفس الوقت الtools بتاعتك ديّة تبقى في الephemeral container اللي أنت هتستخدمه. نقطة مهمة جدًا تخُص موضوع الsecurity برضه، إن أنت لازمًا تبقى أنت فاهم إن الroot بيown كل حاجة، لكن الuser نفسه هو اللي بيعمل execute. بمعنى أصح أنا لو عندي user مش محتاج أي نوع من الwriting فأنا محتاج إن أنا أشيل منه الpermission ديّة. الحتّة اللي مش محتاجة إن هو يكتب فيها لازمًا أدّي له read only بس، تمام؟ بيقلل عندك مشكلة إن الuser نفسه لو حصل له compromise ما يقدرش إن هو يكتب عندك، تمام؟ المشكلة الأخيرة بقى أو الpillar الأخير هو حتّة الmaintain، ودي الخناقة اللي بتحصل ما بين دايمًا الteam بتاع الDevOps والteam بتاع الdevelopment، لإن كل واحد ليه mentality في كتابة الكود، كل واحد ليه mentality في كتابة الimage أو الdocker file. هنا كده لازمًا تبقوا أنتم متفقين هنكتب multi line مثلًا، إيه الworking diar بتاعي اللي أنا هاستخدمه، أنا لازمًا أستخدم الOCI labels ما ينفعش تبقى أنت ما بتستخدمهاش، حاجة زي الsource version description، لإن حضرتك لمّا تيجي تstore أو تعمل push للimage ديّة على الregistry بتاعتك وحصل مشكلة في الpipelines فأنت تقدر ترجع بكل سهولة لversion قبل كده. الحتّة اللي بعد كده المفروض تبقى handled من ناحية الapplication وhandled من ناحية docker file هي حتّة الgraceful shutdown. فجأة كده الapplication بتاعك بيحصل crash على مستوى الoperating system، حصل مصيبة فجأة الapplication بتاعي بقى down فكل حاجة بقت terminated، فالapplication لو عنده request ما بيلحقش إن هو يهندله وكل حاجة بتروح في الهوا. فأنت لازمًا تخلّي بالك جدًا وأنت بتستخدم حاجة زي CMD. CMD لمّا تيجي تستخدم حاجة زي كده فأنت في الحالة ديّة بتعمل الmain process بتاعتك بتبقى هي الSH وبعد كده هو بيبتدي يعمل الchild process بتاعة النود، فلمّا بييجي له هنا كده sec term فهو بيterminate هنا، فده automatically بيبقى terminated وما بيلحقش إن هو يعمل shutdown، فده بيبقى forced وما بيقدرش إن هو يقفل نفسه بشكل كويس. إيه اللي أنا محتاج إن أنا أغيّره هنا كده؟ أنا محتاج إن أنا أدّي الSIEM دي أدّيها JSON array، أقول له إن أنا عايز run npm start. ففي الحالة ديّة docker هيعمل إيه؟ أنا في الحالة ديّة لو حصل لي seg term ففي الحالة ديّة أنا بقى عندي النود هي الmain process، فالنود هتستقبل الsignal ديّة وتبتدي إن هي تshut down
كل حاجة بالراحة، أو بمعنى أصح يعمل لها graceful shutdown أحسن من إن أنا force الapplication بتاعي. الحاجة اللي فيها مشاكل ما بين الdevelopers وما بين الDevOps في الmaintain حضرتك الsecrets يا جماعة ما بتتحطش في الdocker file، الsecrets بتتحط وإحنا شغالين في الrun time، سواء أنت حاططها في secret manager حاططها في folder على السيرفر بتاعك، لكن ما ينفعش إن هي تتحط في الdocker file. لا تعملها بإن أنت تحط environment variable، ولا تروح تجيب API keys، ولا تروح AWS credential، ولا تعمل الكلام دوّة. الكلام ده ما ينفعش خلال الbuild بتاع الimage. الحتة اللي أنت ممكن تستغلها بقى في حتة الAI إن أنت تبتدي إن أنت تستخدم الAI إن هو يساعدك، لإن أنت ممكن ما تفتكرش كل الtools دي، وما تفتكرش كل الroles اللي إحنا اتكلمنا فيها، فأنت ممكن تمسك الAI تكتب له prompt كده محترم، تحط فيه كل الroles اللي أنت عايزها، يبتدي إن هو يعمل لك analyze، يطلّع لك المشاكل الموجودة، وفي الآخر يبتدي إن هو يطلّع لك production docker file. بسرعة نلخّص كل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها. الحتة الأولانية إحنا قلنا إزاي إن أنا أستخدم الbase image، إزاي إن أنا أعمل multi stage، وإزاي إن أنا أختار الversion بتاعتي تبقى aligned مع الstack اللي أنا شغال بيه. تاني حاجة اتكلمنا فيها هي موضوع الoptimization، أخلّي بالي من الlayers والترتيب بتاعها، أعمل combine لأي حاجة أنا شايف إن هي تبقى مع بعض عشان أقلل عدد الlayers. بعد كده ما أحطش الdevelopment dependency. تالت حاجة اتكلمنا عليها هي موضوع الsecurity، ما اشتغلش بالroot، ما استخدمش الlatest tag، ما احطش أي debug tools. ورابع حاجة إحنا اتكلمنا عليها حتة الmaintain، أبتدي إن أنا أخلّي بالي إن إحنا نstandardized حتة الworking diar، الفورمات، ونستخدم الOCI labels. أنا كده خلّصت، أشوفكم على خير في حاجة تانية، مع السلامة.